حاجات لو حصلت اثناء الصلاه لازم تخرج وتعيد صلاتك، ما فيهاش نقاش. اول حاجه التيقن من انك انت احدثت، يعني ايه؟ زي خروج شيء من احدى السبيلين زي البول او الغائط او اخراج الريح، ولكن انت متيقن من ده، مش بس مجرد شاكك. يعني انت لو بيطرأ عليك الشك كتير جدا جدا دايما في الصلاه فخلاص، يعني اغلب العلماء بيقولوا انك انت تصلي عادي جدا وتكمل صلاتك عادي. اما لو انت مش من نوع الشكاك وشكيت فالافضل انك تخرج. طب انت تيقنت، لازم انك تخرج. تاني حاجة الكلام في الصلاة بما لا يليق بالصلاة. يعني ايه؟ يعني مثلا حد معدي بيقولي السلام عليكم وانا بصلي قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل، لا ما ينفعش. لازم ان انا اخرج واعيد صلاتي تاني لو حصل مني كده. تالت حاجة ودي كلنا عارفينها، الاكل والشرب اثناء الصلاة ما ينفعش، لان انا لما بقول الله اكبر كده وبدأت الصلاة دي اسمها تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام دي معناها ايه؟ معناها ان كل شيء كان حلال قبل تكبيرة الإحرام بقى حرام بعد تكبيرة الإحرام. يعني الأكل والشرب حلال، ولكن بعد تكبيرة الإحرام ما ينفعش. لازم أخلص صلاتي الأول وبعد كده بقى أروح آكل وأشرب وأعمل اللي أنا عايزه. رابع حاجة إذا تعمدت إنك أنت تفقد شرط أو ركن من أركان الصلاة، زي إيه؟ مثلا أنا هصلي المغرب، هو المفروض 3 ركعات، أنا هصلي 2، هو كده. وانا مثلا هصلي العصر بس انا مش هسجد ومش هركع، انا هقول كده سوره الفاتحه وسوره قصيره وهسلم، لا ما ينفعش، صلاتك ساعتها طبعا باطله. خامس حاجه القهقهه اثناء الصلاه. يعني ايه القهقهه؟ يعني الضحك، انك انت تضحك بصوت عالي وانت بتصلي. طب انا لو افتكرت كده موقف وانا بصلي فابتسمت، لو ابتسمت خلاص ان شاء الله تعدي، لكن لو ضحكت كده بصوت عالي لا ما ينفعش. وبس كده، اتمنى ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان كنتوا تقولوا لي في التعليقات. السلام عليكم.